أهلا بيكم يا أبطال. رمضان على الأبواب، ومعاه بتبدأ حالة الطوارئ عند كل طالب. إزاي هلحق أذاكر؟ النوم هيلخبطني، العزومات هتضيع وقتي. في الفيديو ده مش بس هقولك نصايح عادية، أنا هيديكي خريطة طريق كاملة ل10 أيام الأوائل من رمضان. إزاي تحولي الصيام من مصدر تعب لمصدر قوة وتركيز مضاعف. ركزي في كل دقيقة، لأن اللي هتعرفيه النهاردة هيخليكي تخلصي المنهج في وقت قياسي. أولاً، الساعات الذهبية الثلاث. مخك في رمضان له 3 فترات ذهبية، لو استغلتيهم صح هتخلصي في 3 ساعات اللي كنت بتخلصيه في 8 ساعات. الفترة الأولى بعد السحور ل8 صباحاً، دي قمة التركيز، هرمونات النشاط في أعلى مستوياتها. دي للمواد اللي محتاجة فهم عميق، رياضيات، كيمياء، فيزياء. الفترة الثانية 10 صباحا ل1 ظهرا، دي فترة الثبات، الجسم لسه محتفظ بطاقة السحور. دي لمواد الحفظ، تاريخ، أحياء، لغات. الفترة الثالثة قبل المغرب بساعة، دي للمراجعة فقط، مخك بيفصل، فما تجهديهوش بدرس جديد، بس حلي امتحانات قديمة. ثانيا، نظام 50 على 10 المعدل لرمضان. عشان ما تزهقيش هنستخدم تقنية 50 على 10. ذاكري 50 دقيقة بتركيز كامل، وخدي 10 دقائق راحة. بس في ال10 دقائق دول: 1. بلاش تمسكي الموبايل لأنه بيسحب طاقة المخ. 2. قومي توضي أو اتحركي في الشقة. 3. جربي تمارين التنفس، ده بيوصل أكسجين للمخ بيغنيكي عن القهوة والكافيين. ثالثا، منفخ المسلسلات والسوشيال ميديا. حددي مسلسل واحد بس تشوفيها كشزرادة كمكافأة بعد ما تخلصي أهداف يومك. امسحي تطبيقات السوشيال ميديا وقت الصيام، أو استخدمي تطبيقات قفل الهاتف. افتكري دايما، لحظة النجاح والنتيجة تستاهل إنك تضحي بشوية ترفيه مؤقت. في النهاية، رمضان فرصة مش عائق. بالدراسة والتنظيم هتقدري تجمعي بين العبادة والنجاح. ابدأي من النهاردة، جهزي جدولك واكتبي لي في التعليقات: أنا هبهر الكل بنتيجتي السنة دي. ما تنسيش تشتركي في القناة